السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا ورايح مش هتشتري العيش الجاهز من بره. يلا نعمله في البيت بمقادير على قد الايد وان شاء الله تعجبك. شايفين العيش، عيش الطاسة سهل وسريع ومنفوخ ازاي، وحتى اللي مش هيتنفخ معاكي في الطاسة هيتفتح زي ما انتوا شايفين كده. اتمنى وصفتي تعجبكم. نبتدي كده بسم الله الرحمن الرحيم ونقول الطريقة والمقادير واحنا شغالين. هنبتدي يا بنات بأربع كوبايات من الدقيق الأبيض المنخول. تمام. هنحط معايا رشة من الملح، ومعايا كوباية فيها ربع كوباية من المية الدافية. ما تبقاش سخنة قوي، لا مية دافية، ومعلقة كبيرة من السكر، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية أو الخميرة البيرة العادية. وكمان معايا معلقتين كبار من الخل الأبيض. الخل بيديها طعم حلو قوي، وفي نفس الوقت بيدي العجينة لون حلو قوي. كمان يا بنات حطيت معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ممكن برضو تستغني عنها، وهعجن بمية دافية. طبعا المية السخنة بتقتل العجينة زي ما احنا عارفين. هنبتدي كده ننزل الخميرة والسكر بعد ما تفاعلوا مع بعض كده. هبتدي اعجن بالمية الدافية الاول كده، اقلبهم مع بعض يا بنات. زي ما قلنا نعجن بمية دافية، ايدك تقدر يعني ايه مية فترة كده. اقلب كده المكونات مع بعضها، وبعد كده ابتدي اعجن بايدي. عايزه تعجني بزبادي براحتك، عايزه تعجني بلبن برضو براحتك. انا عامله نص كيلو دقيق يا بنات اهو. زي ما انتم شايفين كده هبتدي ازود الميه بق بق. تمام. جبت نص كوبايه كمان، خدت منها حوالي معلقتين، يعني مش اكتر من كده. طبعا كل دقيق بيختلف عن التاني. ابتديت اعجن في العجينه يا بنات، هي ابتدت تلزق معايا حاجه بسيطه، بتلزق في ايدي كده. هبتدي ارش لها كده رشه دقيق على الرخامه، وابتدي اعجن فيها كويس. العيش لازم تعجنيه كويس جدا. تمام اهو. ابتدي اقلبه كده. طبعا لو عندك عجان هيسهل عليكي كتير. هنعمل الخطوه دي وما نزهقش. شايفين بقى العجينه بقى شكلها عامل ازاي؟ بصوا. طبعا في الشتاء اللي احنا فيه ده نحط بس الاول كده ايه، نقطة من الزيت. احنا ما حطيناش زيت خالص في العجينة، هنحط نقطة بس بسيطة نقلب فيها العجينة بتاعتنا. هنغطيها بالبلاستيك راب وهنسيبها في مكان دافي. طبعا الجو شتاء فممكن يا تدفي الفرن حاجة بسيطة وتغطيها وتحطيها فيها، يا اما اعملي كده زي حالاتي، غطيها بالبلاستيك راب وحطي عليها بطانية ولا دفاية في اي اوضة من الاوض، واقفلي عليها الشباك. تمام اهو. جينا يا بنات بعد حوالي ساعة. بصوا العجينة هنهبطها بقى شوية، وابتدي اقسمها. طبعا سمك العيش اللي انت حباه، انا بحب اعمل العيش بتاعي صغير خالص. تمام. بحيث اي حد من الولاد حب سندوتش يبقى سندوتش صغير، ما يفضلش يهدر فيه يقع منه يتقطع منه. فاهمين قصدي؟ طبعا الكمية على حسب انت عايزاه كبير ولا صغير. عمل معايا حوالي 16 كورة. ممكن يعمل معاكي 10، ممكن يعمل معاكي 9، ممكن يعمل معاكي 12، على حسب سمك الرغيف اللي انت هتعمليه. طبعا يا بنات هغطيها كده، وبعد كده اعمل ايه؟ هسيبها حوالي 10 دقايق ترتاح. اهم حاجة يا بنات في العيش بتاعنا انك تديله وقته، اديله وقته ان هو يرتاح. هبتدي كده افرد في العجينه. طبعا العجين لو ما خدش وقت انه يرتاح او يخمر هتلاقيه بيشد معاكي زي الاستك وما بيتفردش. هحط كده رشه من الدقيق وابتدي افرد العجينه كده بالمردنه او المبينه ايا كان. هنفرد كده العجينه. طبعا انا جايبه يا بنات ايه، جايبه طبليه كبيره او رخامه، شوفي انت عايز تعملي ايه، وجايبه عليها فوطه كبيره طبعا مخصصاها للعجين. وحطاها فردها عليها طبعا، وهرص اي رغيف اطلعه هحطه على الفوطه دي. وطبعا لازم يتغطى اهو يا بنات زي ما انتم شايفين اهو. ما بين كل رغيف والتاني بسيب فراغ، وبديهم يعني علشان لما اجي ابدا اشتغل تاني او اجي اسوي ابتدي من اول رغيف خالص انا عملته. هسيبها حوالي ربع ساعه تلت ساعه يرتاح اهو يا بنات. طبعا هغطيه وهمشي بالترتيب اللي انا عجنت بيه. يعني انا فردت على اليمين دي الاول او على الشمال دي الاول، يبقى هبتدي بيها. هبتدي اغطيها طبعا في طاسه على النار. هحط لها كده رشة من الزيت، مسحة زيت بسيطة قوي. احنا ما استهلكناش زيت في الوصفة دي، في العيش يعني ده. تمام. ودي المسحة الوحيدة اللي احنا هنعملها. خلي المنديل معانا بحيث يا بنات ان اول ما
يبقى حصل أي حاجة حروقة مثلًا في الطاسة، لأ نبتدي نمسحها. هنحط الرغيف يا بنات بسم الله كده، وبعد كده نستنى حوالي 30 ثانية، عدّي 30 ثانية وبعد كده اقلبي الناحية التانية، شايفين؟ أهو، يبتدي ينفخ معايا كده، وحتى العيش اللي مش هينفخ يا بنات، يعني عارفين العيش اللي مش هينفخ معايا هيبقى طري، وهيبقى في نفس الوقت بيتفتح معايا، تمام؟ أهو، زي ما أنتم شايفين كده أهو. طبعًا أي رغيف هيطلع هاحطه في فوطة واغطيه، ما احطوش في كيسة، ما ينفعش يتحط في كيس وهو سخن كده. زي ما انتم شايفين كده اهو، ابتدي اوريكم اهو، شايفين طري وسهل وجميل. طبعا يا بنات العيش ده بينشف بسرعة جدا، لازم تشيليه بسرعة. اهو بصوا شايفين، ينفع بقى لسندوتشات المدارس بدل ما بتجيبيها بقد كده، الرغيف بقى ب1.50 جنيه. اتمنى العيش النهارده يكون عجبكم، متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. ان شاء الله قريب جدا 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 هنعمل العيش اللي هو الابيض الصغنن خالص بتاع سندوتشات الفول والفلافل. والسلام عليكم ورحمة الله.